هيحصل ايه يعني بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ داخل على حاجه جامده جدا، حاطط املك كله عليها، لو باظت نهايه الكون اطلاقا. تفشل يعني؟ وايه يعني؟ انت لا تفشل مبدئيا كده. عايز اقول لكم عندي مكالمه كمان نص ساعه، موضوع تقيل جدا يغير حياتي وحياه ناس كتيره جدا، رغم اني في السن ده لسه حياتي بتتغير على فكره. موضوع كبير قوي، هقلق واترعب واشد اعصابي قوي قوي عليه. ده لو نهايه الكون، لو حصل، لو باظ او اي حاجه. اطلاقا. اولا انت لا تفشل، مش حاجه اسمها فشل خالص، ما تخافش من الفشل خالص. مش تعمل احسن ما عندك، تحط كل ما في وسعك وتحط قلبك في كل حاجه بتعملها، دي لوحدها كفايه جدا. نمره اتنين، دايما هفكر نفسي وافكرك، عمري في حياتي ما تخيلت ان في حاجه معينه، باب رزق واقف على حد معين، ولا موافقه حد، ولا اوصل لفلان، ولا دي بالذات لو مشيت هتعمل على فكره، ولا بتفرق خالص. رزقنا كله مكتوب يا شباب، مكتوب بالثانيه، بالزمان والمكان والكميه والنوع وكل حاجه. ربي مقرره لنا كل حاجه، احنا بس بنختار حاجتين من وجهه نظري المتواضعه كده. نختار ناخده حلال ولا حرام، نختار ناخده بعزه نفس وكرامه، ولا بمهانه واذلال وكل حاجه. وانا مش عايز كده، احط قلبي في كل حاجه بعملها كده، وبسعى بكل ما عندي دايما قناعه رهيبه كده، ظني بربي جميل، انا عند حسن ظن، انا عند ظن عبدي بيه. فعندي يقين السعي جميل جدا، هسعى وهدعي، ولو الموضوع ده مشيش هيجي اللي احسن منه مره واتنين. رب الخير ما بيعملش الا الخير يا جماعه. فانا عارف انت في لحظات معينه كده بنوصل لمرحله من اسوء ما يمكن، ان فلان ده بالذات في ايده كل حاجه، مفيش في يد اي حد خالص. هو ربي كاتبها لك، بس هو مسبب الاسباب حد معين يبقى ليه يد في الحاجه ولا غيره، بس هي مكتوبه. فانت هتهدى كده وتسعى وتدعو ربك وانت متاكد موقن بالاجابه، وهتعمل اقصى ما عندك، وتقعد تحسن من نفسك كل شويه. هتقع وتقوم، هتغلط شويه ومش هتخسر، هتلعب الماتش وتعلمت شويه حاجات هتفيدك المره اللي بعديها، وان شاء الله الخير جاي. انا بقول لنفسي كده، وياما وقعت وقمت زي الفل، وياما حاجات ما مشيتش وجا احسن منها مليون مره. سيبوها على الله ان شاء الله. مساء الفل والجمال، يوم حلو علينا كلنا ان شاء الله. وبالكم من نفسكم. اللي بيسالوا ليه، كنت متعود اقولها في نهايه برامج الاذاعه دايما، زي ما امي الله يرحمها كانت بتقول لي وانت نازل، بالك من نفسك، ما تكلمش حد غيري. يومكم حلو ان شاء الله.